لو انت فاكر ان التانك ما بيموتش فالفيديو ده معمول عشانك. خلينا مبدئيا كده نشرح تجربة على مالفايت من اكتر الشامبيونات اللي الارمر بتاعها بيزيد مع الجيم، وجايب البيلد اللي ممكن تخلي اي حد ما يدمش فيه او ما يموتش بسهولة. وانا بلعب بهجماو، ودي البيلد اللي ممكن برضه تموت اي تانك مهما كان. خلينا نبدأ بالايتم. هي اول حاجة البوتريك اللي انا جايبها دي ايتم فيها دامج واتاك سبيد ولايف ستيل، واللي فيها بازفين مهمين قوي. اول بازف ان هي مع كل اوتو اتاك بتسحب 6% من الاتش بي بتاع الانمي. يعني كل ما اتش بي هو بيكون عالي كل ما انت بتسحب نسبة اعلى. لو اللي قدامك ده اتش بي 10000 هتضرب الضربة، مثلا نفترض انها ب 1000، لما اتش بي يقل يبقى النص كده 5000، فالضربة بتاعتك هتقل شوية. تاني بازف ان هو كل 15 ثانية لما بتيجي تضرب الانمي 3 اوتو اتاك بيعمل له سلو لمدة ثانية. السلو بيكون 30%. تاني ايتم خلينا نشرحه هو الجونسو بيديك بونس ماجيك دامج على كل اوتو اتاك بتضربها. تاني بازف هو ان انت كل ما انت بتضرب في الانمي الاتاك سبيد بتاعك بيزيد، كل ضربة بتزود، اخرهم 4 استاكات. وكمان كل 3 ضربات على الانمي بتضاعف الضربة بتخليها ضربتين. وده طبعا بيشتغل مع البليد، فبيخلي النسبة اللي انت بتسحبها من اللي قدامك عالية جدا. نيجي لتالت ايتم هو الويتس اند. الويتس اند فيه اتاك سبيد وماجيك ريزيست وتناستي اللي هو بيقلل وقت الستان. تناستي فايدته ان هو بيقلل وقت الستان او السلو. وفي بازف، البازف بتاعه هو ان هو بيديك بونس ماجيك دامج على كل اوتو اتاك برضه بتضربها. فاللي قدامك لو جايب ارمور او ماجيك ريزيست فانت كده بتطلع اتاك دامج وماجيك دامج في نفس الوقت بشامبيون زي كوجماو او ايا كان، يعني الشامبيون اللي انت بتشتري البيلد دي. نيجي لتالت ايتم وهي كراكن سلاير. كراكن سلاير فيها اتاك دامج وسبيد وموف سبيد. طول ما انت بتضرب في الانمي تالت ضربه بتطلع ببونس دامج على حسب الاتش بي اللي ناقص من الانمي. كل الايتمات طبعا اللي هي بتشتغل بعدد ضربات. الايتم اللي هو الجونسو اللي احنا شرحناه من شويه ده بيضاعف الضربه فبيخليها تطلع بضربتين، فبيساعد ان الايتمات دي تشتغل اسرع. نيجي للترمينيوس، وده اهم ايتم قصاد التنكات لان ده بيديك اتاك دامج واتاك سبيد وفيه بازفين. اول بازف ان هو برضه بيديك بونس ماجيك دامج على كل اوتو اتاك بتعملها. تاني بازف هو ان هو في حاجه اسمها لايت ودارك اتاكس. يعني ايه؟ يعني طول ما انت بتضرب في الانمي انت بتعمل استكات، الاستكات دي اخرها 5 استكات. يعني بعد ما بتضرب 5 اوتو اتاك انت بتاخد على كل اوتو اتاك 8 ارمر وماجيك ريزيست. يعني اجمالي 8 في 5 ب 40، هتاخد 40 ارمر و40 ماجيك ريزيست، فهتبقى تانك شويه. تاني حاجه وهي الدارك اتاكس، دي بتديك ارمر بنتريشن وماجيك بنتريشن. يعني ايه؟ يعني طول ما انت بتضرب في الانمي انت هتتجاهل الارمر والماجيك ريزيست بتوعه بنسبه 30%. وده طبعا بيخليك طول ما انت بتضرب معاك بونس دامج انت تانك شويه، وبتقلل ان هو يبقى تانك كمان. كل الايتمات دي بقى تلاقي الباز بتاعها قريب من بعضه وكلهم بيشغلوا بعض وبيساعدوا بعض. فعشان كده البيلد دي يعتبر ايه، مربوطة ببعض شوية. تلاقي شامبيونات قليلة جدا اللي تجيبهم زي كوجماو، فين، مستر في الجنجل، ممكن كيل في التوب، شامبيونات تانية كتير بس ده اللي جه في بالي دلوقتي. خلينا دلوقتي نشرح ازاي هنموت مالفايت او هندمج فيه. يلا بينا. انت بتعمل اوت بلاي اديله. عيب عليك بقى. هنا انا حاولت اعتمد على الاوتو اتاكس اكتر من ان انا اضرب الابيليتيز بتاعتي زي الار والاي. الكيو بتاعتي بتسحب نسبه من الارمر والماجيك ريزيست بتوعه، والدبليو بتاعتي كمان بتشيل نسبه من الاتش بي بتاعه، الماكس اتش بي بتاعه، فده بيساعدني ان انا اموت تانكات برضه. فالبيلد دي مش بتشتغل على معظم الشامبيونات، شامبيونات معينه بس. كده ده نهايه الفيديو بتاع النهارده، وان شاء الله فيديوهات تانية كتير جايه على حسب الكومنتات اللي انتوا بتكتبوها. اكتبوا عايزين اشرح ايه الفيديو الجاي، وما تنساش تعمل شير لصاحبك اللي مش عارف يموت التنكات. وبستريم يوميا من الساعة 10 بالليل لحد الصبح على تويتش وتيك توك، الاسم على الشاشة قدامكم، وشكرا.